سماحة السيد مهند الياسري أمين عام هيئة أئمة المساجد، حياكم الله وأعظم الله لنا ولكم الأجر. في فهمنا لعقيدتنا نعتبر العاقل هو أحد مصادر التشريع، فما قبله العاقل قبله الشرع. الاستفادة من منهج النبي صلى الله عليه وآله يكون بتحويله إلى سلوك إنساني وليس إلى مجرد تراث أو تاريخ نقرأه أو فهما عاما نفهمه. ينبغي أن يتحول منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سلوك إنساني نطبقه في حياتنا ونتخذه شعارا في منهج حياتنا اليومية، حتى نستطيع أن نواجه به سبل الاختلاف. فإذا كنا وسطاء ينبغي أن لا نرد السيء بالسيء، لأنه النبي ضرب بالحجارة وحورب في قومه وألقي على ظهره سل الجزور، ولكنه ما كان. الاستشراقية جلها أرادت صنع هذا الإنسان المعلب الذي يعبأ بأيديهم تعبئة تجعل منه ربما إرهابيا، ربما متنكرا لشريعته، يكون مشروع إنسان منحرف. معك دكتور سيد مهند الياسري، كيف نستطيع تحويل السيرة النبوية من مادة للدرس إلى منهج لصناعة الشخصية المسلمة، إلى صناعة المجتمع المسلم؟ تفضل. بعض الأنبياء يبعثون إلى عصرهم، لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى البشرية جمعاء بكل عصورها وبكل أصنافها. الشيخ العنقيدي، الكلام الذي أثاره سماحة السيد، النبي صلى الله عليه وآله للبشرية جمعاء وما لديه قابل للتطبيق في كل العصور. وكما تعرفون إن من أسباب نسخ النبوات هو فقد تراثها وتعاليمها وكتبها والتحريف المستمر في هذه الكتب المقدسة كما حصل في الديانات السابقة. نجحنا في إيجاد مناهج تتناول سيرة النبي. لم ننجح بلا شك. السبب أنه الذي يدرس المنهج الإسلامي يجب أن يكون يمثل هذا عمليا، يعني يجب أن يكون أنا لا أقصد فقط مدرس التربية الإسلامية، لا، وإنما كل من يحمل هذا الوصف يجب أن يكون منطبقا عليه قولا وفعلا. أحسنت. هكذا أحسنت. يجب. يقول: دخلت إلى مسجد الكوفة ووجدت 900 شيخ كلا يقول حدثني جعفر بن محمد سلام الله عليه. وهذا الحديث 900 حلقة دراسية في مختلف صنوف العلم والمعرفة. فهذا هو هذا المنهج وهذا الحديث عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يمثل المنهج النبوي امتدادا لهذه الكنوز المعرفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.